مساء الخير على حضراتكم، اهلا بكم حلقه جديده من برنامج قوت القلوب، ولقاءنا المعتاد كل يوم خميس مع ساعه بنتدبر من خلالها بعض الصور القرانيه واللطائف القرانيه، وبنتعلم من خلالها الكثير والكثير من المعاني والقيم الهامه. النهارده هنبدا مع حضراتكم ونستعرض معاكم سوره الحج، ونتكلم عن سبب نزولها وسبب تسميتها بهذا الاسم واهم الفضائل والشمائل التي تحتوي عليها سوره الحج واياتها المختلفه. وهيكون معانا في صحبتنا في هذا اللقاء ضيفنا اللي دايما بينورنا فضيله الشيخ عبد العزيز زيدان من علماء الازهر الشريف. اهلا بيك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك. منور شاشتنا. وطبعا نبدا مع حضرتك ونقول الاول سبب نزول هذه السوره وسبب تسميتها بهذا الاسم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب أكرمنا بجاه نبينا كرما تبلغنا به المأمولا، واغفر جنايتنا وسترك أولنا، واجعل جميع صنيعنا مقبولا. يا رب صل على النبي مسلما، واجعل لنا التوفيق دوما صاحبا. يا رب صل على النبي مسلما، وأمدنا من نوره يا نور. ثم أما بعد، فإن سبب تسمية سورة الحج بهذا الاسم، طبعا نعلم أن كل سورة تسمى بأبرز شيء في السورة. فأبرز شيء في سورة الحج حديث الله تبارك وتعالى عن الحج، حديث عن البيت الحرام وعن مكانته وعن فضائله، وعن جزاء الذي يفكر في أن يمس المسجد الحرام بسوء كيف ينتقم الله منه، وحديث عن تكليف الله لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام أن ينادي في الناس بأن يحجوا بيت الله الحرام، ثم يبين لهم فضائل الحج ومنافع الحج، وأن هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام. فمن أجل ذلك سميت هذه السورة بسورة الحج، للحديث الكثير عن فضيلة الحج وفرائضه وأركانه في هذه السورة الكريمة. وفضل هذه السورة كما جاء وأخرج أبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله، أفضلت سورة الحج على سائر السور بسجدتين؟ قال: نعم. وفي رواية قال: يا رسول الله، أفي الحج سجدتان؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. يبقى سورة الحج فضلت على سائر سور القرآن الكريم بأن فيها سجدتين. الأولى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. السجدة الثانية في نهاية السورة: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وسجدة التلاوة عند كثير من العلماء أنها سنة، وعند بعض الفقهاء أنها واجبة. اللي قالوا سنة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب الجمعة وقرأ آية فيها سجدة، فنزل من على المنبر وسجد الناس معه. فلما كان في الأسبوع القادم قرأ صلى الله عليه وسلم آية فيها سجد التلاوة وهو على المنبر، فاستعد الناس للسجود، فلم ينزل صلى الله عليه وسلم ولم يسجد. فالراجح أنها سنة. والوارد أن الشيطان يبكي حين يرى الإنسان يسجد لله عز وجل فيبكي، يقول يعني أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، فيبكي الشيطان. ويستحب للإنسان أن يقول وهو في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ثم يقول: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. بعض الفقهاء يشترطون لسجود التلاوة الوضوء كسجود الصلاة، وبعض الفقهاء لا يشترطون لها الوضوء، يعني واحد على غير طهارة وسمع آية فيها سجدة فيسجد، ويستحب له أن يسجد بدون وضوء ولا حرج في ذلك. وسجدة التلاوة بين تكبيرتين، الإنسان يقول الله أكبر يسجد، خلص يجي رافع من السجود يقول الله أكبر. فمن أجل ذلك فضلت سورة الحج على سائر السور بأن ذكر فيها السجدة مرتين. بنقول
نقول بعض المعلومات كده الخاصة بسورة الحج، إن هي مدنية، عدد آياتها 78، نزلت بعد سورة النور. نعم. أعتقد إنه يعني عايزين نتكلم عن سبب النزول والترتيب بقى الخاص بهذه السور في القرآن الكريم. أكيد بيكون له هدف معين، إنها مثلا جاءت في وسط مثلا السور أو بعد سورة معينة أو كده، نعم. وذكرت فيها هذه المناسك بحذافيرها، وخاصة المناسك الخاصة بالحج كلها. يعني تقريبا مثلا سورة البقرة ذكر فيها مثلا الحج على سبيل الذكر، ولكن هذه السورة تقريبا تطرقت إلى كل المناسك كلها. نعم. مم. هو سورة الحج هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام. مم. دي السورة الوحيدة في القرآن التي سميت بهذا الاسم. آه. وترتيبها بين السور 22 في المصحف الشريف، وعدد آياتها 78 آية، أيوة. وهي مختلطة النزول، بمعنى أن بعض الآيات منها نزلت في مكة، والبعض نزل في المدينة المنورة، والغالب أنها مدنية. ليه؟ لأن جاء فيها الأمر بذكر بالقتال، ومن المعلوم أن المجتمع المكي لم يكن فيه قتال بين المسلمين والمشركين. أيوة. لسه في بداية الدعوة. فهذه الصورة كما قال هبة الله بن سلامة من أعاجيب سور القرآن الكريم. لماذا؟ لأن فيها المكي والمدني، منها ما نزل في مكة ومنها ما نزل في المدينة، منها ما نزل في الليل ومنها ما نزل في النهار، منها ما نزل في الحضر ومنها ما نزل في السفر، منها ما نزل في الحرب ومنها ما نزل في السلم، ومنها الناسخ ومنها المنسوخ. وجاءت في القرآن بعد سورة الأنبياء. لماذا؟ لأن الله تعالى قال في سورة الأنبياء: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فناسب أن تبتدأ بقول الله تعالى بعد ما قال الأمر بتقوى الله: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فناسب أن تذكر بعد سورة الأنبياء لهذه الحكمة. الأنبياء اقترب الوعد الحق، أول سورة الحج إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تمام. نعم. طيب نبدأ مع حضرتك بقى ونسرد بعض هذه الآيات الخاصة بسورة الحج، ونقول طبعا الهدف أو المعاني الجميلة اللي ممكن نتدبرها ونتعلمها من هذه الآيات. فنبدأ نعم. مع حضرتك بقى بأول الآيات الخاصة بسورة الحج. نعم. سورة الحج ابتدأت بأمر الناس بتقوى الله عز وجل. تقوى الله تبارك وتعالى. كان في نداء للناس زي ما حضرتك قلت: يا أيها الناس. بهكذا يا أيها الناس اتقوا ربكم. أيوه. ودي تعتبر آية في مكية، لأن الخطاب في مكة كان غالبا يكون يا أيها الناس. فأمر الله تبارك وتعالى الناس بتقوى الله. لماذا؟ فتقوى الله تعالى هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وما من نبي من الأنبياء إلا وقال لقومه اتقوا الله ألا تتقون. وتقوى الله عز وجل عرفت بتعاريف كثيرة جدا، نختار بعض التعاريف سريعا حتى تهيئ النفوس لمعرفة التقوى. سيدنا عمر بن الخطاب بيسأل أبي بن كعب ما التقوى؟ بيدردشوا مع بعض كده الصحابة. فأبي قال لسيدنا عمر: يا أمير المؤمنين أما سلكت طريقا ذا شوك؟ عمرك ما مشيت في طريق والطريق ده فيه شوك؟ قال: بلى. قال له سيدنا أبي: وماذا فعلت؟ أي واحد لما يكون ماشي في حتة كده والحتة فيها شوك ماذا يفعل؟ سيدنا عمر قال: شمرت واجتهدت. يعني اجتهد ان هو يبعد عن الشوك لكي لا يؤذيه. قال سيدنا أبي: فكذلك التقوى، الإنسان يجتهد ويجد في العبادة وفي طاعة الله عز وجل. سيدنا علي عرف التقوى تعريف مشهور للجميع: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. عبد الله بن مسعود قال على التقوى تعريف جميل جدا في تفسير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال إيه؟ قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. سيدنا عمر بن عبد العزيز قال إن التقوى ليست بصيام نهار ولا بقيام ليل، أمال هي إيه؟ أن يراك حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك. يعني الإنسان في جانب المأمورات يكون واقف رقم 1، في جانب المنهيات يكون بعيد. ولذلك بقى كل التعريف اللي احنا قلناها دي نلخصها في جملة سهلة وبسيطة. التقوى يعني إيه بقى؟
نمتثل الأوامر ونجتهب النواهي. دي معنى التقوى، الإنسان ينفذ تعليمات ربنا، يبتعد عن النواهي اللي ربنا قال لنا عليها. فابتدأت سورة الحج بأمر الناس بتقوى الله عز وجل، لأن هذه الكلمة الإنسان إذا نفذها اللي هو اتقى الله فإنه يسعد في الدنيا وفي الآخرة. تمام. نعم. طيب بعد كده بتتكلم عن بعض المشاهد بقى الخاصة بالآخرة ويوم القيامة، وبتبدأ في استعراضها وسردها نعم. علشان نتعلم منها أكيد حاجات كتير جدا. فعايزين بقى نبدأ مع حضرتك ونقول إنه بعد هذه الآية الأولى كان فيها زي نداء للناس كده وتعريف زي ما حضرتك قلت بقيام الساعة، يعني إيه نعم. زلزلة، فده تمهيد لقيام الساعة. بعد كده نبدأ بقى نسرد ونتكلم عن بعض المشاهد اللي الإنسان لابد إن هو يتخيلها ويتخيل إنها موجودة وهتحصل بالفعل. أيوة. علشان يكون شايف مشهد يوم القيامة ده بعض الحاجات اللي هتحصل فيه، فنستعرضها مع حضرتك. الله يفتح عليك. بعد الأمر بتقوى الله عز وجل أيوة. مباشرة تكلمت عن أهوال القيام. أيوة. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وكلمة الزلزلة يعني إيه؟ حركة تحصل في المكان تخلخل المكان. الزلزلة حركة تحدث للأرض بعدها مباشرة تكون طلوع الشمس من مغربها، القيامة جت بقى خلاص. يعني في آخر الدنيا. في حاجات ربنا أخبرنا أو المولى عز وجل أخبرنا بأنها هتحصل فعلا عشان حتى الإنسان يهيأ لها. يهيأ يعني إنه طبعا احنا ممكن نكون ساعتها كلنا توفينا مش موجودين، ولكن في حاجات كتير جدا هتحصل في الحياة في الدنيا في البحار والبحور. نعم. والسماوات والأرض لحظة قيام القيامة أو الإعلان عن قيامها. نعم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني أمر في غاية الانزعاج لأنه نوع من العقاب. ولذلك بنلاقي القرآن يفسر بعضه بعض. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. ويمكن الصغار قبل الكبار حافظين هذه الصورة، ولكن ما بنتوقفش مع معاني القرآن الكريم، نتدبر القرآن. طيب إذا زلزلت الأرض، زلزلت الساعة شيء عظيم، نشوف بقى إيه الأهوال اللي هتحدث في ذلك الوقت كما ذكرتها سورة الحج. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يوم ترونها قالوا إما أن هو يوم القيامة أو الزلزلة اللي حصلت. تذهل كل مرضعة عما أرضعت. احنا عارفين أن الأم التي ترضع بيبقى أحب شيء إليها أنها ترضع الطفل، حتى عفوا كانت تقية غير تقية، الفطرة اللي ربنا وضعها في النساء الحرص أن هم يرضعوا أطفالهم. في هذه اللحظات هنلاقي الأم تنسى. تذهل يعني تنسي، يعني تشغل. يقول ان العلاقة القريبة جدا بين الام وابنها تكاد تكون مش موجودة، هتنتهي في اللحظة كل دي. واحد هيقول بقى نفسي، او كل واحد هينظر لنفسه فقط في اللحظة دي. الله يفتح عليك. ولذلك المرأة الأعرابية قديما لما سألوها من أحب الأبناء إليك قالت الصغير حتى يكبر. أول حاجة الطفل الصغير لحد ما يكبر، يلاقي الأم دايما الصغير بياخد نصيبه من الدلل والدلع والدلال. فقالت الصغير حتى يكبر، والغائب حتى يعود، والمريض حتى يشفى. ده أحب ابن للأم. في اللحظة دي سبحان الله لشدة الموقف وهول الموقف هتنسى. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. حتى الحمل هنلاقي الحمل يسقط من المرأة في ذلك الوقت من شدة الهول. ولذلك قالوا ده دليل ايه؟ ان هذا الامر سيحدث في اخر الدنيا، لانه بعد البعث لا حمل. يعني بعد ما الناس يبعثوا لن يكون هناك حمل. فهذا دليل ان هذه الاهوال في اخر الدنيا. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. هنلاقي الناس هنا سكارى من الخوف من الله عز وجل. يعني المشهد ده بيفكرنا بالاقوام اللي كانت بتحصل زمان لما كانت رياح مثلا بتيجي، كان بيقول لك مثلا هم من شده الرياح دي مش قادرين يمسكوا نفسهم. نعم. فالمشاهد اللي كانت بتحصل زمان في بعض الاقوام بس كانت كعقاب ليهم هي شبيهه بيها تاني. الدنيا هترجع تاني وهيبقى نفس المشاهد قريبه منها. نعم بلا شك، لأن الله أخبر في القرآن برضه أهوال تانية لتلك. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، وإذا البحر. الآيات كتيرة جدا. حتى في حضرتك حديث عن النبي معناه اللي عاوز يشوف يوم القيامة قدامه كأنه رأي العين كده أو كأنه فيديو كده قدامه، يقرأ 3 سور: الانشقاق والانفطار والتكوير. هذه الصور ال3
من أحب أن يرى يوم القيامة أمامه رأي العين فليقرأ هذه الصور، الانشقاق والانفطار والتكوين. فيوم القيامة أو في اللحظات دي هنلاقي الناس سكارى من الخوف من الله، وما هم بسكارى من الشراب، يعني هم أصلا ما يشربوش خمر عشان يبقى فيه سكر، ولكن ده من شدة الموقف ومن هول الموقف. والموقف ده بيفكرنا بآيات كتيرة في القرآن زي إيه؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هنلاقي كله بيهرب من بعض، كل واحد يلا نفسي. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فكل إنسان يعمل لهذا الوقت، يعمل لهذا الموقف. احنا بنسمع الحاجات دي دلوقتي وبنقراها وبنعديها ولا كأننا قرينا ولا لا، يجب الإنسان يقف مع نفسه. ولذلك اللي يعني في الحديث من خاف أدلج، اللي يخاف من ربنا وعظمة ربنا ومن أهوال القيامة أدلج. ومعنى أدلج يعني إيه؟ يعني يجتهد في العبادة. ومن أدلج بلغ المنزل، اللي يجتهد في العبادة هيبلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نعم. تمام. بعد يعني استعراض الجزء الخاص بمشهد يوم القيامة ده بننتقل بقى إلى جزئية مهمة جدا، وهي ذكر مناسك الحج. نقول إنها ذكرت باستفاضة شوية في سورة الحج تحديدا، ولكن هي نزلت بشكل متقطع كده من خلال صور معينة بدأ فيها النداء الإلهي وتحديدا لسيدنا إبراهيم مثلا بالحج. بعد كده اتكلمنا بقى عن شبه المناسك ووصف جميل جدا عشان نحبب الناس فيها. نعم. طبعا لما بيذكر الحج كلنا بنتذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام، لأن سيدنا إبراهيم هو يرفع قواعد البيت الحرام وولده إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. طلب من الله عز وجل أن يريه مناسك الحج لكي يعلمها من الناس. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كذلك جاء الحديث عنها أيضا في سورة البقرة أيضا في موضع آخر وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي إلى آخر الآيات. ومناسك الحج كثيرة كالطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة ولبس ملابس الإحرام والتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء دائما، والإنسان يطوف حول الكعبة أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، حتى جاء في الحديث أن الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. يعني الإنسان وهو يطوف حول الكعبة فهو في صلاة. الفرق بين ذلك وبين الصلاة أن ربنا أباح للإنسان أن يتكلم في الطواف، فمن تكلم وهو يطوف فلا يتكلم إلا بخير. بالظبط. طيب كان في الحقيقة آية كده يعني تجاوزناها ولكن نعود إليها مرة تانية برضو استكمالا للمشهد الخاص بيوم القيامة، قبل بس ما نتطرق إلى الحج لأن ده هياخدنا إلى موضوع كبير ومناسك كتير هنتحدث عنها. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، دي تحديدا الآية 5، ومعانا كمان الآية 7 إن الساعة لآتية. ده لازال برضو كنوع من التذكير بقى بأنه الناس هتبعث وإن في مشهد للبعث وإن الساعة جاية وليها ميعاد محدد، لكن لا يعرف هذا الميعاد إلا رب العالمين. وهذه الآية حضرتك دليل على الذين ينكرون البعث. بعض الناس كانوا يجادلوا في البعث، منهم النضر بن الحارث برضه جه في نفس الصورة ومن الناس من يجادل في الله. يعني هو كان بيتخيل ان الدنيا عبارة عن حياة وموت وبس. نعم، بينكروا البعث. بينكروا البعث، فربنا بقى بيرد عليهم بيدهم دليلين في الآية اللي حضرتك ذكرتيها، نوعين من الأدلة على البعث. النضر بن الحارث كان يجادل في الله بغير علم. يعني الجدال في الله بغير علم ايه؟ منهم من ينكر وجود الإله، ومنهم اللي يقول ان ربنا له ولد، ومنهم اللي يقول ربنا له بنات. كان البعض بيقول ان الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى. فينكرون فيجادلون في الله بغير علم. فربنا سبحانه وتعالى بيرد عليهم في نفس الصورة بدليلين على إثبات البعث بعد الموت. أول دليل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، يعني في شك من البعث،
فإنا خلقناكم من تراب، بيتكلم على قضية خلق الإنسان، بيبينها الأطوار التي يمر بها الإنسان وهو في بطن أمه. فإنا خلقناكم من تراب. التراب هنا اللي هو أصل الخلقة، اللي هو أبونا آدم عليه السلام هو اللي خلق من تراب. أما بعد كده الناس يأتون عن طريق التناسل والزواج، يبقى اللي خلق من تراب آدم. طب الذرية عن طريق التناسل، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. والنطفة ولا حياء في أمور الدين هو المني الذي يقذف من الرجل في رحم المرأة. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. العلقة اللي هو الدم الجامد. ثم من مضغة. والمضغة دي سبحان الله قالوا ده تطور شكل الجنين في بطن أمه، بيبدأ ثم كذا ثم كذا ثم كذا. أيوة. ده التحول الطبيعي والتطور الطبيعي ربنا. أيوة، ما هو ده دليل على البعث بقى، ربنا بيذكر لهم هذا إن ده دليل على بعث الإنسان بعد الموت. وده في نفس الوقت الأطوار التي يمر بها الجنين في بطن الأم. ثم بعد كده من مضغة، والمضغة هو قدر ما يمضغ كقطعة اللحم. وبعدين المضغة هنا ربنا بيبينها في القرآن على نوعين: مضغة مخلقة ومضغة غير مخلقة. المضغة المخلقة يعني ايه؟ ان هو الجنين يكتمل نموه في بطن امه ثم يخرج طفلا، دي مضغة مخلقة. طب المضغة غير المخلقة اللي هو الحمل لا يكمل وتسقط المرأة، يسقط حمل المرأة، دي مضغة غير مخلقة. لنبين لكم، عشان ربنا بيبين قدرته على الأطوار التي يمر بها الجنين في بطن أمه. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، يفضل الجنين في بطن أمه إلى أن يأتي وقت الولادة. وبعدين ثم نخرجكم طفلا، يخرج الإنسان من أمه طفل. ثم لتكونوا شيوخا، يعني ثم نخرجكم طفلا لتبلغوا أشدكم، ثم لتبلغوا أشدكم. الله يفتح عليك. لتبلغوا أشدكم يعني إيه؟ يبقى في سن الكمال والقوة اللي هو من 30 سنة ل 40 سنة. بالظبط. بعد كده ومنكم من يتوفى، اللي يموت قبل السن ده أرذل العمر كي لا يعلم بعد علم شيء. الله يفتح عليك. منكم من يتوفى قبل 30 وال 40، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يعني لما يوصل بقى المرحلة بقى خلاص، احنا نقول فلان بيخرف، عفوا كده فلان زي الأطفال كده لا علم ليهم، فهيوصل للشخص يرجع لسن الطفولة تاني، المرحلة دي في الضعف، ضعف الفهم، ضعف القوة، الحركة. الله يفتح عليك. ولذلك في نهاية سورة الروم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. يرجع تاني الإنسان زي ما احنا بنقول بالعامية كده ايه، يرجع من كبرنا لما صغرنا تاني كأننا لسه موجودين من جديد. ده الدليل الأول في الآية على البعث. طيب الدليل الثاني في نفس الآية: وترى الأرض هامدة. نفس اللي حصل للإنسان بيحصل للأرض. هامدة يعني ايه؟ يعني يابسة، يعني ساكنة، لا نبات فيها ولا زروع، ما فيهاش حاجة، ميتة. طيب فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. اهتزت يعني تحركت بالنبات، ونمت يعني زادت بالزروع والثمار اللي مختلفة بقى في الأشكال والطعم واللون والرائحة والمنظر الجميل. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أهو كده، وأنبتت من كل زوج بهيج يعني من كل نبات حسن المنظر طيب الرائحة. وحتى سبحان الله من نعيم أهل الجنة، الملائكة تجيب الفاكهة لأهل الجنة يأكلوها، فتيجي بعد شوية تجيب لهم نفس الصنف. فالناس في الجنة يتعجبوا، مثلا موز مثلا، يقولوا الملائكة ده احنا لسه واكلين موز ما فيش من وقت بسيط جدا. تقوم الملائكة تقول لهم ايه؟ كلوا فاللون واحد والطعم مختلف. الله. وأتوا به متشابه. ودي بقى اللي في سورة البقرة: وأتوا به متشابها. شوف احنا لو رحت أي مكان في العالم هتاكل موز هو نفس الطعم في العالم كله، لكن في الجنة سبحان الله ياخدوا صنف الفاكهة نفس الفاكهة ولكن متغيرة في الطعم في الطعم. ما شاء الله جميل جدا سبحان الله. وده من نعيم الله لأهل الجنة، لأنهم ملذ وطب. طبعا الحديث: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى ده قالوا كمان يا أستاذة ايه، إن أفقر واحد في الجنة، الناس في الجنة متفاوتين أيضا زي الدنيا في النعيم. أفقر واحد في الجنة أغنى من أغنى واحد في العالم دلوقتي 10 مرات. شو ما دلوقتي بيعملوا كده إحصائيات ساعات في المجلات ويقولوا أغنى 10 شخصيات في العالم ولا مش عارف كم شخصية.
أفقر إنسان في الجنة أغنى من أغنى واحد في العالم دلوقتي 10 مرات. فهناك فرق شاسع. فرد الله عز وجل في سورة الحج على الذين ينكرون البعث وعلى الذين يجادلون في الله بدليلين على أن الإنسان يبعث بعد موته، كما جاء في سورة أخرى في سورة ياسين في نهايتها: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. يوم ربنا يرد عليهم: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وفي سورة الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني عفوا كده ولله المثل الأعلى. لو واحد في الدنيا دلوقتي اخترع لنا جهاز معين وجه بعد فترة الجهاز حصل فيه عطل من الأعطال، أما يجي يصلحه سهل ولا صعب؟ أسهل، لأن هو اللي اخترع هذا الجهاز. فلله المثل الأعلى. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان في أول مرة. أيصعب عليه أن يعيده مرة ثانية؟ يعني وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. الإنسان قبل ما يولد كان ميت، أدي الميتة الأولى، وبعدين ربنا خلقه فأحياه، أدي مرة، رجع بيموت، أدي الموتة الثانية، هيرجع يبعث، أحياه ساعة البعث. كده يبقى دي الإيه؟ الحياة الثانية. أما متنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. إن الموتة الأولى اللي ما قبل الولادة، قبل ما نيجي على الدنيا خالص. صح. فأقصد أقول إن هذا أمر سهل ويسير على الله عز وجل، ولا يعني لا يعيه هذا الأمر. كما ضربنا المثال بالإنسان الذي يخترع جهاز معين حين يحصل فيه عطل فبيبقى سهل جدا أن هو يصلح هذا العطل. فلله المثل الأعلى. فبينت سورة الحج أن الله تبارك وتعالى قادر على بعث الإنسان بعد موته ولا يعيه هذا الأمر. وزي ما حضرتك قلت كان يعني نماذج كثيرة جدا وصور وحالات كثيرة حاول ان هو يؤكد بيها فكرة البعث، وكانت اكتر حاجة خاصة باطوار الولادة او الجنين دي علشان يؤكد الانسان في بطن كنت ايه وبقيت ايه وصلت لايه ثم لما ورجعت لايه تاني ورجعت لايه تاني. فده ليس على الله بعزيز يعني. فانه لما اتولدنا ازاي ومشينا اطوارنا ازاي، فمش صعب جدا زي ما حضرتك قلت انه لما يتوفانا ان احنا نبعث مرة تانية ونحيا مرة تانية يعني. هو دي بيبقى ناس مرضى القلوب اللي بينكروا هذه الأشياء. مرضى القلوب يعني عايزين يجادلوا في الله زي ما القرآن قال، بيجادلوا في الله بغير علم، وده جدال مذموم. يعني نتعلم من كده برضو من سورة الحج ان الإنسان لا يجادل بالباطل. والجدال يعني ايه؟ يعني الحوار، كل واحد عايز يثبت ان هو اللي صح، لازم يكون على علم. ما هو في فرق بقى، ما هو في جدال محمود وجدال مذموم. الجدال المحمود اللي ربنا قاله سيدنا رسول الله: وجادلهم بالتي هي أحسن. أحاور الناس بالدليل وبالطريقة السهلة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. طب الجدال المذموم اللي هو بيجادل بالباطل. ولذلك شوف النبي قال إيه: ما ضل قوم بعد هدى إلا أورثوا الجدل. يعني ناس كان ربنا هديهم وناس كويسين وما بيعملوش غلط وفجأة رجعوا للضلال، يوم ربنا يعاقبهم بالجدال. وعشان كده الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: لو جادلني عالم لغلبته. طيب ولو جادلني جاهل لغلبني. ليه؟ لكثرة جدل. العالم اللي هو العالم بيسلم إذا أخطأ، لا يعيب الإنسان إذا أخطأ أنه يعترف بالخطأ بتاعه، لا يعيب الإنسان بصفة عامة، والعالم بصفة خاصة، لأن العلم كما نعلم بحر لا ساحل له. فده جدال المذموم، ان الانسان يجادل بالباطل. وزي ما حضرتك قلت ان الساعه لاتيه وان الله يبعث من في القبور. ده بيؤكد تاني فكره البعث، بيؤكد عليها يعني هذا المشهد مره تانية. طيب احنا مع حضرتك بقى عايزين ننتقل بقى الى جزئيه هامه جدا، وزي ما قلنا انه مناسك يعني الحج برضو ونتحدث بقى عنها. اهم الحاجات اللي ذكرت بقى بشكل عام كده قبل ما نتطرق للايات بقى نفسها، ايه الحاجات الملامح الجديده الخاصه بالحج اللي احنا ممكن نتعلمها او نقتديها او نعرفها مثلا من خلال سوره الحج؟ سورة الحج تعلمنا يعني أول حاجة أن العبادات لم تشرع عبثا ولم تشرع سدى، وإنما شرعت لتعلم الناس مكارم الأخلاق. مثلا في الصلاة سريعا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
الزكاة تطهرهم وتزكيهم به، مم. الصيام لعلكم تتقون. طب الحج بيعلمنا ايه؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ونؤكد تاني مع حضرتك فضيلة الشيخ ان الحج تحديدا هو فريضة، ولكن على من على القادر هو المستطيع. قادر. نعم، بلا اما شك. الحاجات التانية الصلاة الزكاة التصدق دي يجب علينا ان احنا بنأديها بأي آه. طريقة برضه. يعني لا، كل عبادة لها ظروفها ولها وقتها. مم. يعني الصلاة مثلا اللي مش قادر يصلي واقف، يصلي وهو قاعد، أكيد. يصلي وهو على جنب، مايل على جنب. حالات اخرى ليها. أيوة، لحد ما يصلي بالإشارة، يصلي بقلبه، يصلي بعينه. اضعف الايمان. كل واحد على حسب حاله يعني. أيوة. الزكاة لا تجب على الإنسان إلا بشرطين: أن يكون ملك نصابا وأن يحول الحول على ذلك النصاب. الصيام لا يجب على الإنسان برضه إلا إذا كان قادر على الصوم. الحج لا يجب على الإنسان إلا مرة واحدة في العمر بشرط القدرة والاستطاعة. أيوة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج بيعلم الناس إيه؟ إن هم يتعارفوا، وتبقى الأمة الإسلامية أمة واحدة وعلى قلب رجل واحد، يلتقوا في هذا الموسم، يلبسون زيا واحدا في وقت واحد في مكان واحد، يدعون ربا واحدا في قبلة واحدة. والجميل تعلمهم كمان الوحدة. في فكرة الحج ان انت بتوصل لمرحلة ان انت يعني زوجتك، ابنائك، مالك، عملك، ما ليك في الدنيا بتتركه. يعني انت بتوصل لمرحلة بقى خلاص ان انت يعني عايز تروح لرب العالمين وكل حاجة وراك تركتها، ما لكن هو الانسان يذكر. نعم. بيفضل بقى يسعى ورا هذه الامور في حياته، ده طبيعي جدا. نعم. ويجي في لحظة بقى بيفكر فيها ان هو عايز يقترب بقى من ربنا. نعم، يترك كل هذه الأمور ويلجأ إلى الله عز وجل. أيوة. وهذه الرحلة تذكره بالدار الآخرة. فحين يلبس الملابس الإحرام يتذكر ملابس الكفن، يقبل على الله عز وجل، يتذكر الجهاد وهو يقاتل في سبيل الله. الأعداد الكبيرة اللي انت بتكون معاهم بيذكرك بقى بيوم القيامة، وان احنا كلنا ولحظة الخروج من القبر بالملابس البيضاء والناس يسيرون، تذكر هذه اللحظات بالبعث. موقف شديد جدا ببعث الناس لرب العالمين لحسابهم. فالحج رحلة تخرج الإنسان عن أمور الدنيا وشهوات الدنيا، وتجعله يعيش مع الله تبارك وتعالى والدار الآخرة بجميع المواقف والمراحل. فدي فرصة عظيمة جدا الذي يؤدي هذه الفريضة، ليتذكر الدار الآخرة ويتذكر الجنة ويتذكر النار ويتذكر ما أعده الله للطائعين وما أعده الله للعاصين. فهذه يعني رحلة زي ما أنا قلت من شوية، العبادات لم تشرع عبث، ربنا شرعها ليعلم الناس أمورا بعينها. فينبغي على الإنسان وفي هذه الرحلة أن يعيش مع الله تبارك وتعالى وأن يتجرد من الدنيا وما فيها. هي ذكرت فيها يعني على ما أتذكر يعني حاجات خاصة بعرفات، صح كده؟ فاللي هو الجزء اللي احنا بنتحدث عنه تحديدا اللي هو خاص بمناسك الحج. ان فكرة انه الوقوف بعرفة أهم ركن من أركان الحج. أيوه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: الحج عرفة. من فاته الوقوف بعرفة الحج بتاعه لا ما ينفعش، لازم الوقوف بعرفة. أيوه. فحين يقف الإنسان على عرفات وطول النهار على الجبل، يتذكر الجهاد في سبيل الله، يتذكر أن كل شيء ساجد لله سبحانه وتعالى، حتى الخيمة اللي هو عاملها تسجد لله، الجبل ساجد لله. فكل هذه المعاني الطيبة وهذه اللحظات الطيبة تجعل الإنسان يسجد لله تبارك وتعالى. والسجود يعني إيه؟ وضع الجبهة على الأرض بقصد العبادة لله عز وجل. أيوه. ان هو يعني يذل نفسه لله تبارك وتعالى. الحج ده درجة من درجات يعني الجهاد او النوع من انواع الجهاد. صح. لانك انت زي ما بنقول كده زمان لما كانوا بيجاهدوا كانوا بيطلعوا بيتركوا بيوتهم كلها، اولادهم، مالهم، كل ما ليهم، ومالوش مكان معين ومالوش ومش عارف اذا كان راجع او لا. هو نفس الشيء برضه شبيه بيه الحج. لانه لا يستقر في مكان معين، وهو في الحج يتنقل من هنا الى هنا ويجلس على الجبل يعفر بالتراب. أيوه. ويبقى يعني غير يعني مهيأ يعني من الملابس النظيفة. فكل دي بتذكر بالجهاد كأنه في جهاد مع الله عز وجل. بالضبط. لأن المجاهد يعيش هذه اللحظات. و3 أو 4 أيام زي ما حضرتك بتقول. فهنا برضو اللي كان بيروح الحرب بيروح يوم أو 2 أو أسبوع أو فترة. ما كل ده حضرتك فيها معاني الجهاد. الإنسان وهو واخد بعرفات يتذكر معاني الجهاد.
تمام. نعم. طيب ويكون شبيها. احنا ده كده استعرضنا تقريبا مع حضرتك جزء مهم جدا وهو مناسك بقى الحج. نأتي بعد ذلك بقى الآيات ما زالت لسه مستمرة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يمكن دي الآية 38. وأذن للذين يقتلون أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. طبعا احنا قلنا ان آية أول أمر للمؤمنين بالقتال هي الآية دي. أيوه. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بعض الصحابة لما شافوا العذاب اللي كانوا بيجدوه من الكفار راحوا اشتكوا للنبي. أيوه. يعني لحد امتى واحنا هنفضل كده؟ والنبي يقول لهم لسه الأمر ما جاش، لحد ما نزلت هذه الآية. فهذه الآية تأذن للمجتمع الإسلامي أن يقاتل أعداء وأن يدافع عن نفسه. يعني احنا قلنا أغلب غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن للقتال من أجل القتال وإنما كانت للدفاع عن النفس. يعني بعض أعداء الإسلام المستشرقين بيتهموا الإسلام إن هو دين بيحب القتل وبيحب السيف وبيحب مش عارف إيه. وطبعا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت للدفاع عن النفس وبأمر من الله تبارك وتعالى. وهذا شيء طبيعي للإنسان. الإنسان حينما يأتي من يقاتله فإنه لن يقف مكتوف الأيدي أو أقول له تفضل اقتل. يعني حتى لو نذكر في عام الفيل لما جاء أبرهة عشان يهدم الكعبة، كان سيد مكة في ذلك الوقت عبد المطلب جد النبي، وكان من حكمته وفطنته انه ترك مكة وخرج بمن معه. ليه؟ لأن هم كانوا عددهم ضعيف جدا جنب الجيش اللي جاي. فده ذكاء من عبد المطلب انه لو قاتلهم يعني مش هيقدر يأتي معهم بنتيجة إيجابية. فأمر من معه من أهل مكة وخرجوا وقال للبيت رب سيحميه. لكن دلوقتي الإسلام بقى المسلمين كتار وبقوا رجالة وبقى معاهم مال ومعاهم أسلحة، لا ما ينفعش. فربنا قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وفي آية تانية في سورة الأنفال يأمر المجتمع الإسلامي بإعداد القوة للأعداء وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه. فهذه الآية دعوة صريحة للأمة الإسلامية في كل زمان وفي كل وقت أنهم يعدوا الأسلحة. ولا بد عشان أعد أسلحة أبقى أمة قوية أمة غنية عشان أقدر أجيب أحدث الأسلحة التي تواكب المجتمع اللي الإنسان عايش فيه. نعم. تمام. فزي ما حضرتك قلت دي كانت بداية بقى لذكر فكرة القتال والهدف منه. نعم. لأن كان لابد من الدفاع عن مكانهم وعن كل ما لديهم في هذا الوقت. طيب تمام. يبقى دي كانت بداية بس كده لذكر فكرة القتال وإنه يعني زي بنقول كده ربنا شرع للمسلمين إن هم يبدأوا في الدفاع عن أنفسهم أو عن أعراضهم. تمام. نعم. بنرجع تاني بقى نقول إنه يعني آية مهمة جدا. ألم ترى إن الله يسجد له من في السماوات والأرض. يمكن حضرتك كنت بتتكلم من شوية أشرنا لها إشارة. نعم. أشرنا لحكم سجود التلاوة. أيوه. إن هو يجوز بوضوء وبغير وضوء. فهنا مرتين ذكرت فكرة في سورة الحج تحديدا. هي فضلت على سائر سور القرآن إن جه فيها السجدة مرتين. هي فضلت على سائر القرآن بهذا الأمر. إن ربنا أمر فيها بالسجدة مرتين. تمام. أول الآية اللي احنا قلناها ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. من في السماوات نقف مع معنى الآية صح؟ من في السماوات الملائكة الشمس القمر النجوم دول يسجدوا لله سبحانه وتعالى طوعا. وليه ربنا نص على هذه الأشياء بالذات؟ لأن هذه الأمور كانوا الناس زمان يعبدوا هذه الأشياء. من الناس من كان يعبد الملائكة هم الصابئين والنار. أيوة. ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر والنجوم. فربنا عايز يبين للناس ان الأمور اللي انتم بتسجدوا لها دي خلق من خلق الله وتسجد لله سبحانه وتعالى طوعا. وقالها صراحة في آية في سورة فصلت لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يبقى دي الأمور اللي في السماء بتسجد لله سبحانه وتعالى. طيب ومن في الأرض قال بقى والجبال والشجر والدواب اللي هم الحيوانات كل دول بيسجدوا لله سبحانه وتعالى. سبحان الله في آية في سورة الإسراء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده
ولكن لا تفقهون تسبيحهم. انتم بتفهموش تسبيحهم. بيسجدوا لله ويسبحوا لله بطريقة يعلمها الله يعني سبحانه هذا وتعالى. الكون من حوالينا كله بالحيوانات بالطيور بالأشجار بكله بيسبح، ولكن احنا لا نفقه هذا لا التسبيح. نفهم. ولذلك كمان ده شوف الأدهى من ذلك والأجمل من ذلك في سورة الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. بمزاجك ومش بمزاجك. طوعا اللي هم الملائكة والمؤمنين يسجدوا لله سبحانه وتعالى طوعا، بحب وباختيار وبحب وبإقبال. طيب وكرها اللي هم الكفار والمنافقين. وكمان مش كده وبس، وظلالهم، يعني حتى الظل بتاع الإنسان يسجد لله تبارك وتعالى. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الغدو يعني أول النهار، والآصال يعني آخر النهار، اللي احنا بنقولها كده بالعامية أذكار الصباح والمساء. وفي آية تانية في سورة النحل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. سبحان الله السادة المشاهدين، يعني الملائكة لا يأكلوا لا يشربوا لا يناموا لا يلعبوا لا يتزوجوا، لا بيعملوا غير حاجة واحدة: الامتثال والطاعة لله سبحانه وتعالى. عبادة ربنا سبحانه وتعالى. ويجوا بقى، شوف يا أستاذة يا رباب، يجوا يوم القيامة يقولوا إيه؟ يقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ده الملائكة اللي بيقولوا مش احنا. يعني كان عندهم وقت كتير جدا، احنا بنستهلك هذا الوقت في امور كتيرة، هم متاح ليهم وقت اكبر ومع ذلك مقصرين في العبادة. هم مع انهم ما قصروش في الواقع. لا ده ما قصروش، بس الملائكة ما قصروش، يعني طول ما هم عايشين في الدنيا حياتهم الذكر لله والامتثال لله والطاعة لله. وشوفي كمان سبحان الله، تذكرت البيت المعمور واحنا بنتكلم عن الكعبة والحج. البيت المعمور ده اللي هو كعبة الملائكة. كل يوم يدخله 70,000 ملك. الله يفتح عليك، ويطوف حوالين البيت المعمور ويستغفروا للذين امنوا. ايوه، وبعدين يخرجوا ولا يعودون الى يوم الدين. يعني من كثرة عدد الملائكة. احنا في الدنيا ربنا موسع عليه المال وعنده الاموال، عنده ساعات في السنة يروح مرتين ثلاثة عمرة، كل سنة يحج، بيكرر. ودي دعوة سيدنا ابراهيم لما قال: واذ جعلنا البيت مثابة للناس. معنى كلمة مثابة يعني ايه؟ يعني كمان يعودوا وجه للناس لا كمان. يعني يعودوا ويرجعوا. يثوبون يعني يعودون ويرجعون إليك. يعني حضرتك رحت حجيتي تتمنى ترجعي تاني. أنا اعتمرت أتمنى أعود تاني. فيعني الشاهد إن الناس بيروحوا الكعبة اللي في مكة مرة واثنين وثلاثة وأكثر. لكن الملائكة شوفوا سبحان الله هم مرة واحدة ثم يخرجون ولا يعودون إلى يوم الدين. وهذا إن دل فإنما يدل على كثرة الملائكة كما جاء في سورة المدثر: وما يعلم جنود ربك إلا هو. عدد الملائكة ما حدش يعرفه غير ربنا. فيعني السجود كل من في السماوات والأرض يسجدون لله تبارك وتعالى طوعا وكرها ويسبحون الله تبارك وتعالى. وبعد شوف ربنا يقول: وكثير من الناس في نهاية الآية: كثير من الناس سجد لله طواعية، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. اللي هم بقى الجماعة اللي ايه امتنعوا واستكبروا عن السجود لله تبارك وتعالى. مرة ثانية: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. هذه السجدة الثانية في نهاية السورة. السجدة الثانية: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. كل ده ليه؟ لعلكم تفلحون. اللي عاوز يكون من المفلحين في الدنيا وفي الآخرة فعليه بكثرة السجود لله تبارك وتعالى. اركعوا واسجدوا، ودي أهم أركان الصلاة، الركوع والسجود. ساعات ربنا يعبر عن الصلاة بالركوع، ساعات ربنا يعبر عن الصلاة بالسجود، لأن هم أهم أركان الصلاة. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، العبادة اللي هي التذلل لله عز وجل. وافعلوا الخير، افعلوا جميع الخيرات اللي ربنا أمر بها من قراءة قرآن ومن ذكر لله عز وجل ومن صلاة وصيام وزكاة وحج وبر للوالدين وبر للأبناء ومعاملة بالمعروف للزوجة، معاملة بالمعروف للزوج، إلى آخر هذه الخيرات لعلكم تفلحون. تمام. مع حضرتك ومع السادة مشاهدينا نروح لفاصل دلوقتي ونرجع متواصلين معاكم وقوت العلوم.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية متواصلين معاكم قوت القلوب. الحقيقة طبعا عشان نختتم هذا اللقاء كان لابد من التذكير بقى بكل الصور الجميلة والملامح اللي عدت علينا في سورة الحج، ولكن إن شاء الله هنكملها في حلقات قادمة. لكن مع فضيلة الشيخ كده نستشعر معاك أوجه الاستفادة منها، نتعلم إيه ونعلم أولادنا منها إيه؟ نعم. سورة الحج كما نعلم وكسائر سور القرآن نستفيد منها أمور جميلة جدا ونأخذ بها ونتعلمها ونعلمها لأولادنا. سورة الحج كما ذكرنا أول حاجة تقوى الله عز وجل، وكلمة تقوى الله دي تسعد الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. نخرج بتعليم التقوى لأنفسنا ولأولادنا زوجاتنا كل أقاربنا، نذكر بعض بتقوى الله. أما واحد يقول التاني اتق الله ما يزعلش، ده ربنا قال للنبي يا أيها النبي اتق الله. في بعض الناس بيتضايق أما واحد يقول له يا شيخ اتق الله يزعل. لا، ده إذا كان ربنا قال للنبي اتق الله يعني داوم على تقوى الله، فالإنسان لا يزعل من هذه، ده يفرح. ولا فضل العربية على الأعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. فدائما نذكر بعض بتقوى الله. كذلك نتعلم من الحج، نتذكر أمور الآخرة دائما ونحطها نصب أعيننا عشان تبقى دي دافع للإنسان ان هو يتقي الله سبحانه وتعالى. نتعلم من الحج ما نجادلش إلا إذا كان بعلم،
وبوجه حق، زي ما ربنا قال للنبي وجادلهم بالتي هي أحسن. نتعلم من الحج ألا نتبع الشيطان، لأن اللي هيتبع الشيطان يضله في الدنيا ويهديه إلى عذاب النار في الآخرة. نتعلم من الحج أن البعث قادم لا محالة ولا شك فيه، ولا يشك في ذلك إلا الذين ليس عندهم إيمان. نتعلم من سورة الحج مراحل خلق الإنسان في بطن أمه وقدرة الله على ذلك، وأن الإنسان يتعلم أنه لا يدوم حزن ولا سرور، ولا يدوم غنى ولا فقر، ولا يدوم صحة ولا مرض. بدليل إيه؟ إن شوف الطفل المراحل اللي قلناها، يبقى مش قادر يعمل حاجة وبعدين يكبر وبعدين يبقى قوي وبعدين يرجع يضعف تاني وهكذا. فنتعلم من ذلك أن دوام الحال من المحال. كذلك نتعلم من هذه الصورة أن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى على جميع أحواله في السراء وفي الضراء، لأن في ناس بيعبدوا ربنا لما يكونوا في غنى يعبدوا ربنا، إذا افتقر يبتعد عن العباد، زي ما جه في الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف. لا، المؤمن دائما يطيع الله. يعني دي مقصود بيها في ظروف معينة، صح كده؟ بيذكر ربنا. من يعبد الله على حرف دي يعني المقصود بقى حضرتك انت حضرتك عايشه في غنى وربنا مديك كل حاجه، بتعبد ربنا ومبسوطه قوي. طيب لفت الايام وافتقرت شويه، تيجي راجعه عن الدين، زي في سوره الفجر، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرم. طيب العكس، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن، ربنا ما بيحبنيش كده. لا، المؤمن دائما يعبد الله ويطيع الله في السراء وفي الضراء. اللي بيعمل كده المنافق، اللي هو بيعبد الله في حالة الغنى وإذا افتقر يسيب العبادة، ده منافق اللي هو بيرتد، وهذا يعني ليس من أخلاق المؤمن بحال من الأحوال. نتعلم من سورة الحج أن الإنسان دائما يكثر السجود لله تبارك وتعالى. حتى بعض الصالحين كان يكثر العبادة والسجود لله عشان ربنا يهدي له أولاده. كلنا بنشكو في هذه الأيام أن الأولاد متعبين، والأولاد بعاد عن ربنا، والجيل اللي طالع بكثرة التكنولوجيا ولها أثار سيئة عليهم، إلا من رحم الله اللي يستغلها صح، فمأثر على أخلاقهم، وهذا يعني أمر يتفق عليه الجميع. فاللي عاوز ربنا يهدي له أولاده عليه بكثرة السجود والطاعة لله عز وجل. لذلك سيدنا سعيد بن المسيب أو المسيب، ده صح وده صح، كان يقول إني لأزيد في صلاتي من أجل أن يصلح الله أبنائي. في حتة عاوز أختم بقى، الوقت معانا لسه ولا؟ اتفضل. ودي عفوا يا أستاذة، بتبقى الأمهات بتقع فيها أكثر من الآباء، إنهم وقت الانفعالات يدعوا على أولادهم. وده غلط جدا. النبي عليه الصلاة والسلام نبه على عدم، ما فيش واحدة تدعي على ابنها أبدا، ولا أب برضه يدعي على ابنه، لأن دعوة الأب والأم مستجابة. فأحيانا ممكن الأمهات في لحظة الانفعال يدعوا على أولادهم، فهذا خطأ. أمال الصح إن إحنا دايما ندعي لأولادنا بالهداية، نقول الله، نعود نفسنا كده، اللهم أصلح لي في ذريتي، وبالذات واحنا ساجدين لله سبحانه وتعالى، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء في السجود، ندعي لهم، نقول اللهم أصلح لي في ذريتي، مش ندعي عليهم، لأن ممكن أدعي على ابني تكون ساعة إجابة ربنا يستجيب. ولذلك سيدنا أنس قال دعاء الوالد أو الوالدة على أولادها أو لأولادها كدعاء النبي لأمته. زي ما النبي بيدعو للأمة ربنا بيستجيب للنبي، كذلك الأب أو الأم لما بيدعوا على أولادهم أو يدعو لهم يستجاب لهم. فدايما نستغل الدعاء للولاد مش على الولاد. وأصلح لي في ذريتي. بالظبط كده. يعني بنقول إنه دايما الصور مقسمة كده إلى أجزاء. إحنا استعرضنا مع حضرتك تقريبا مثلا ربع الصورة. ربع الصورة يعني هي أرباع نعتبر ركزنا جدا على الربع الأول. بالظبط كده. وده اللي إحنا أخذنا فيه مشاهد يوم القيامة. الجزء الخاص بالسجود. والكمان المناسك لسه هتمتد ولا هي ذكرت بس؟ لا، لسه جايه بالتفصيل بقى في الربع الثاني إن شاء الله. يعني لسه هتيجي في الربع الثاني هنتكلم بقى. يعني النهارده اشرنا لها اشاره بسيطه جدا يعني. أيوه. لكن هي اساسها الربع القادم، ربع اسمه هذان خصمان اختصموا في ربهم. يعني الحلقه القادمه ان شاء الله
الضيف الذي معكم في الحلقة القادمة يسلط الضوء على مناسك الحج. تمام. يعني زي ما حضرتك قلت اوجه بقى الاستفاده تحديدا من سوره الحج نقدر ان احنا نلخصها في مشاهد كتيره جدا. نعم. ذكر مشاهد يوم القيامه ده كان مهم جدا ان احنا نتعلمه ده بيدفع الإنسان إلى تقوى الله. بالظبط نعم. كده، علشان زي ما حضرتك قلت بنتعلم منها الكثير. فضيله الشيخ سعداء جدا بوجود حضرتك معانا ونورتنا الله يكرمك. النهارده، وان شاء الله نلتقي مع حضرتك قريبا يعني في افضل حال. الله يكرم حضرتك، جزاكم الله عنا خيرا وشكر الله لكم جميعا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا النهارده من قوت القلوب. بنتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من كل الموضوعات اللي احنا التفاصيل اللي اتكلمنا عنها النهارده. على وعد بلقاء ان شاء الله مع فريق عمل جديد باذن الله الاسبوع القادم يوم الخميس القادم. شكرا لكم. ربنا